عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناة أمين فوت اس في. عندنا خبر عاجل رسميا: ديشون يستدعي رايان شرقي ويقطع الطريق أمام منتخب الجزائر. رايان شرقي يستدعى من طرف ديشون. رايان شرقي سوف يمثل منتخب فرنسا ولا يمثل المنتخب الجزائري. هنا أرى أن شرقي ليس جزائريا من الناحية الرياضية. يلا نبداو نشوفوا واش كاين. انا ما نكذبش عليكم، الخبر ما عجبنيش، لانه كنت نستنى رايان شرقي يلعب مع منتخب الجزائر، ولكن فرنسي خلاص، لانه حسب الفيديو واش كان يقول عجبو الحال بزاف. خلاص نشوفوا واش كاين. وجه مدرب منتخب فرنسا ديشون الدعوه لنجم ليون رايان شرقي للانضمام الى قائمه ديكا التي ستخوض نصف نهائي دوري اوروبيه، منهيا بذلك امل منتخب الجزائر في الظفر بخدمات اللاعب الواعد. حسب ما اظن هو اللي ما حبش، ماشي قضيه منهيا امل المنتخب الجزائري، هو اصلا ما كانش حاب يجي المنتخب الجزائري. لو كان حاب يجي المنتخب الجزائري حتى ولا عيطوا ديشون ما يروحش، يقولوا راح يمثل المنتخب الجزائري. هذا راهو فرنسي مش جزائري، كابر في فرنسا، ومانيش حاب نهضر على كيما نقولوا على مواليه، لانه مواليه ثاني يلعبوا دور باش يمثل الجزائر ولا يمثل فرنسا. ويضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع نظيره الإسباني يوم الخميس من يونيو حزيران المقبل ضمن نصف نهائي البطولة الأوروبية، حيث شهدت القائمة ظهور نجم ليون للمرة الأولى رفقة ديكا بقرار من ديشون. أنا ما نكذبش عليكم أعزائي المشاهدين، راني ندير معكم الفيديو هذا وراني مقلق كيش الخبر العاجل هذا وين هبط، وراني نهضر عليك شغل راني ناري شاعلة فيا. كيفاش هو شوف، أي لاعب جزائري ونهضر على الوالدين، ثم جزائريين ورحتوا لفرنسا وكبرتوا فرنسا اللي دارت فينا ودارت عندها ما دارت بلا ما نهضر في اليوتيوب اونكا كاش ما نتعرض للعقوبه ولا كاش ما يكون. انتم جزائريين الاصل، نكرتوا اصلكم المنتخب الجزائري. راني عارف ممكن يكون رياضه فقط، انه الرياضه يقدر يلعب مع فرنسا لانه كبر ثماك تكون ثماك، يعرف العقليه والف العقليه، ولكن ايضا الجزائر جزائري. انتم جبتوا ولادكم في فرنسا، ما كنتوش تهبطوا ولادكم الجزائر؟ ما يهبطش الجزائر وليدك ما يحوش. هاني في اوروبا، راني عايش في المانيا، لاني كنت عايش في الجزائر وجيت لالمانيا. راح تخلاني المانيا انايا؟ راح تخلاني اوروبا؟ ما كاين والو. بلادنا كيف كيما هذو برك دراهمنا طايحين شويه، ولا كيما نقولوا حنايا والخدمه ناقصه شويه. هذا ما كان حتى القرايه ولا غير نقراو، والامكانيات ما عندناش برك من بعض القرارات نتاع العصابه القديمه. هاو جانا رئيس عمي تبون الان، الحمد لله الجزائر بدات تسقم بشوي بشوي. يا ربي ان شاء الله، يا ربي الجزائر تولي قويه من ناحيه كره قدم، من ناحيه الاقتصاد، من كل شيء، باش نشوفوا هذو الناس اللي راهم ينكروا بلادهم وينكروا الشعب تاعهم. معليش، المهم نزيدو نكملوا. وجاء استدعاء شرقي ضمن قائمه تضم 25 لاعبا يتقدمهم كيليان بابي نجم ريال مدريد وعثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، في ظل استعداد المنتخب الفرنسي لمواجهه قويه من اسبانيا. مانيش عارف زي المشاهدين، هل ديشون جاته مكالمه من عند الدوله الفرنسيه؟ هذا حسب اعتقادي فقط، والله اعلم، لانه هذا علم الغيب. شغل المشاكل اللي راهي باقيه واقع بين الجزائر وبين فرنسا، هل ممكن يكون ديشون كلموه بالتليفون يقولوا له روح عيط الشرقي سكاره في الجزائر، غير باش نحرموهم من لاعب شرقي اللي راهم كانوا يستناو فيه؟ والله اعلم، لانه ما قبل ما عيطولوش، على ما عيطلوش السنوات الماضيه، عيط له غير نهار كي وقع المشكل بين الجزائر وفرنسا، المشاكل الدبلوماسيه هذه. حسب منصه اكس لموقع وين وين عاجل، هاوليك القائمه، في قائمه المنتخب الفرنسي استعدادا لدوري الامم الاوروبيه. ديشون يقطع الطريق نهائيا امام منتخب الجزائر ويضم ريان شرقي للمنتخب الفرنسي. كما شهدت القائمه ايضا غياب مدافع ارسنال ويليام صاليبا ومتوسط ميدان ريال مدريد ادواردو كامافينغا وراه غايبه. راكم تشوفوا لا ليست، رايان شرقي وديمبيلي، راكم تشوفوا مبابي، هذو جوال الخيانه ما نعرفهم هذوك الزوج، ما نعرفهمش هذوك في فرنسا، هذوك لاعبين محترفين عالميين ماهمش عالميين. انا نعرف ديمبيلي، نعرف شرقي، نعرف بابي، اما هذوك الله اعلم. راكم تشوفوا ورا شرقي، ها راه شرقي اتاكو،
باركولا، شركي، ديمبيلي، دوي. راكم تشوفوا. شرقي خلاص المنتخب الفرنسي ماكش جزائري، خلاص ماكش جزائري. وكان مستقبل ريان شرقي الدولي محل جدل واسع في الاشهر الاخيره. ودي قالها القناه في الهداف، قالها بن شابيل حسب ما اظن. قال لك شرقي قال المقربين تاعو بلي راني نستنى في الاستدعاء نتاع ديشون، ما يعيطيش ديشون نجي الجزائر. وانا بالنسبه ليا كيما هكا الجزائر كاع ما تسحقوش في ظل صراع مفتوح بين الجزائر وفرنسا لخطف اللاعب. لكن يبدو أن صاحب ال 21 عام قد حسم قراره النهائي بتمثيل المنتخب ديالك. 21 سنة، أنا عارف بلي راك صغير، ممكن تكون تغلط، هذا إنسان يغلط، ممكن تكون تسرعت، ممكن تبان لك بلي فرنسا 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 لأنه أنا فرنسي ونلعب في الأندية الأوروبية والفرنسية، أنا راني كبرت هنا وزدت هنا، تسمى تقول بالك هذه بصح نقول لك حاجة، تبقى جزائري تبقى جزائري، الفوقيرة نتاعك جزائري، ما عندك وين تهرب. باين باين عربي، باين عربي، ماكش قاوري، باين بلي راك عربي، الفوقيرة تاعك باينة. ريان شرقي ينضم إلى المنتخب الفرنسي. احتفت وسائل الإعلام الفرنسية بخبر استدعاء شرقي، وذكرت صحيفة ليكيب أن حالة من الارتياح سادت الأوساط الفرنسية بعد تخوفات تم أشهر من إمكانية اختيار لاعب جزائري. ثم إذا راح الجزائر أوساط الفرنسية حزينة وتخاف خوافة. وشني يروح الجزائر، هو جزائري الأصل، أصلا جزائري في دمه جزائري، سبحان الله، اسمه جزائري واسمه ريان شرقي. بدلوا الاسم، يرجعوه ميشيل ولا مش عارف واش ترجعوه، بدلوا الاسم. وقدم شرقي موسما مميزا مع ليون، حيث شارك في 44 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلال 12 هدف، ماركا غير 12، ماشي جوار عالمي، ماركا غير 12 برك، ما ماركتش يبقى 23 24 25 كيما محمد صلاح كيما هالاند كيما. وقدم 20 تمريرة حاسمة، 20 تمريرة معليش راك مليح، راك في الطب 20، بصح الاهداف 12 راك ناقص، راك ناقص بزاف لانك مهاجم. يحتل المركز الثالث في ترتيب افضل لاعبي الدوري الفرنسي خلف اشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي. اشرف حكيمي وفاتك عبد الله، او مالك، او ديفونسير وفاتك. واعتبر كثيرون توقيت استدعاء ديشون للاعب مثاليا، ماهوش مثاليا لقطع الطريق امام منتخب الجزائر كرة القدم. دوكا اي سما اي حاجه تجي كونتر الجزائر هذاك هو، بصح انا ما يهمش الجزائر، دوكا هو اللي راح، دوك هو اللي راح ماشي ديشون ما نلوموش، يعني هو فرنسي جنسيه ريان، تسمى عنده الحق يعيط له ديشون، لا سيما مع اقتراب موعد كاس العالم 2026، ما يعزز من فرص شرقي في الوجود ضمن قائمه فرنسا في المونديال المقبل. روح المونديال، روح ان شاء الله تخرجوا من الدور الاول ان شاء الله يا ربي. احنا اذا لعبنا معكم ولا كونتركم نربحوكم، باش نوريكم كيفاش العقليه تاع الجزائر هذه. كبرتوا في فرنسا وما ليكم باش يعلموكم على الجزائر ويحبوا البلاد. ما فهمتش، مانيش عارف، انا ما نكذبش عليكم، انا جاتني الجرينت على الجزائر حتى وراني في المانيا وما نكذبش عليك. جزائري يبقى جزائري. عندنا كاع الفاميليات في فرنسا، ولكن يبقاو جزائريين، يبقاو يجوا الجزائر. او رياض محرز، ولا رياض محرز ما راحش يلعب في فرنسا. رياض محرز كان قادر ما يروحش الجزائر، ما يجيش، وهو على باله بلي كان راح يتطور، راح يتطور، كان واثق من نفسه، كان قادر يستنى على سبيل المثال عامين كيدي الدوري الانجليزي مع ليستر سيتي، من ثم كيروح لفرنسا وراه نجم محرز، نجم وهكذاك ما راحش. لانه جزائري، ومن المنتظر ان يتحصل ريان شرقي على فرصه المشاركه في خط الهجوم ان شاء الله يا ربي، ما يدير والو في المنتخب الفرنسي الى جانب نجوم بارزين. لانه شوف اللي يلعبوا مع فرنسا وخاصه هما جزائريين، باين بلي جزائري، فوقيله تاعو اسمه كل جزائري، الاكثريه فيهم كاع ما ينجحوش مع المنتخب الفرنسي، كاع ما ينجحوش. على سبيل المثال هاوليك فقير، ورا فقير دوك يا اخي، صغير في العمر، ورا ما بانش كاع كان جا الجزائر وما يلعب يبان الى جا النجوم باريزيين. على غير كيليان مبابي ريال مدريد، عثمان ديمبيلي باريس سان جيرمان، راندال كولو مواني يوفنتوس، برادلي باركولا باريس سان جيرمان، ماركوس تورام انتر ميلان، مايكل اوليسي بايرن ميونخ، ديزيري دوي باريس سان جيرمان. ابتسامة شرقي تفضح سعادته بالانضمام الى المنتخب الفرنسي. هنايا انا كشفت الفيديو هذا اللي تخلص، ما نكذبش عليكم، وكان هما قال له اوكي، مانيش عارف شغل، لعب لي على المشاعر الجزائريه، ما نكذبش عليكم خاوتي.
سيطرة مشاعر السعادة على النجم الشاب عقب استدعائه رسميا لصفوف المنتخب الفرنسي الذي يستعد لمواجهة إسبانيا يوم الخامس من يونيو المقبل في نصف نهائي دوري أوروبية. تقول راهم خلوه، والله مانيش فاهم أنا. سيدي يلعب في دوري فرنسي، ويلعب مع لعب دوري أبطال أوروبا، ولعب مع لاعبين عالميين. ما تنخلاش كي تلعب مع الجزائر، تلعب مع الجزائر وين راك رايح؟ انت حسب رايح الفرق ضعيف، والله الجزائر راك حسبها كيما بكري، والله راه عندنا لاعبين قويين وينافسوا معاك، ونقدروا دوك نلعب مع فرنسا نربحوها عادي. نزير روحنا نربحوها، نبريباريو مليح نربحوكم. حسب فوتبول ليغ، منصة فوتبول ليغ اكس، لو غران سوري دو غايان شرقي. مانيش حاب نهضر فرونسي خلاص، ديجا ما نكذبش عليكم صاي. راكم تشوفوا نترجمتها بالعربيه. كي نهضر فرونسي كش راني نتبع فرنسا، انا نسيبورتي فيها. نشوف مع بعض انا رد الفعل، نشوفوا الفيديو. غيان شرقي فرح، شوف فرح صافي بليزير قال لك. راكم تشوفوا وظهر ريان شرقي في مقطع فيديو كما شفتوا هذا المقطع، وهو يبتسم بابتسامة عريضة لحظة إدراج اسمه ضمن قائمة الدياك التي أعلنها ديدي ديشون. وقد لاقى المقطع انتشارا واسعا بين متابعي كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا ما نكذبش عليكم، أنا هنايا راني شوية نهضر معاكم، والله غير راني مقلق شوية من بلادي. راني باغي نبعث رسالة إن شاء الله في الأيام القادمة راح نكتبها مليح ونوجدها الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عمي تبون كيما نقولوا حنا الجزائريين بالعامية تاعنا، عمي تبون. ماذا بينا خلي الجزائر نفتخروا بها. حنا في الغربة خرجنا، حبينا بلادنا، إذا قدرنا نرجعوا ليها نرجعوا، ولكن تكون قوية. ما شغل ما نخلوش هذا العالم الأول كما يقولوا هما بالنسبة لهم العالم الأول، يقولوا لنا علينا حنا العالم الثالث. ما رانيش حاب، حنا الجزائر ماناش عالم ثالث، ماهمش فايتينا بحتى بحاجه. وثانيت دوك انا في كره القدم ملح والديك منتخب فرنسي، كيفاش الجزائريين راهم زايدين في فرنسا وكابرين في فرنسا على سبيل المثال، ويجوا الجزائر. كاين اكثر بزاف اللي يجوا الجزائر، كاينين ما يجوش، كاينين راهم ناكرين بلادهم، وهذوك اللي ناكرين بلادهم ما سحقهمش يجوا الجزائر يلعبوا. لانه حسب ما اظن انايا اللي يلعبوا كونتر، اللي يلعبوا مع المنتخب الفرنسي ماهم جزائريين. هما صح في الاصل جزائريين، فوق تاعو جزائريه، الاسم تاعو جزائريه، ولكن هو في قلبه ماهو جزائري، لا في قلبه ولا في عقله. راكم شفتوا الفيديو. سمعنا نكمل الفيديو، انا كنت حاسب يزيد يهضر وكملت. الله غالب ما تقلق، ما عجبنيش الحال، كنت نستنى فيه يجي المنتخب الجزائري، كنت حاسبه جزائري اصلا، كنت حاسبه جزائري. ظهر باللي راه هو فرنسي ماهو جزائري. دوك راح يلعب مع منتخب فرنسي. حنا كان الخير كمسلمين معليش نطلبوا له الخير، نطلبوا له الخير، يلعب صح. ما نكذبش عليكم، دور عليه لانه خير فرنسا، وفرنسا دوكا حنا نحتاج لاعبين ممتازين. خساره علينا الله غالب، مكتوب. عندنا لاعبين في الجزائر. انا الرساله اللي حبيت نبعثها لعمي تبون في هذه الناحيه في الرياضه، ديروا لنا نوادي قويه، ديروا لنا اكاديميين، خلونا نكونوا لاعبين شباب صغار اللي راهم يلعبوا بالون مليح في الصغر، تبعوهم مع القرايه، مع لي زونطرينمون، مع التدريبات. جيب لنا، عندنا دراهم في الجزائر، راكم غير تخسروا فيهم، راكم تخسروا فيهم من في المشاريع بوريا، ما كان حتى فايده. جيبوا بعض الاخصائيين ماشي شرط من فرنسا، جيبوا سيدي من اسبانيا، جيبوا من البرتغال، جيبوا من الانجليز، جيبوا من المانيا. هنايا كاينين يخلصوهم سيدي بالعمله الصعبه، معليش خلصوهم بالعمله الصعبه، خلصوهم مليح باش يخلوا بلادهم يجوا لعندنا. نسحقوا واحد 5 ولا 6 اخصائيين يكونون لاعبين الشباب، يتبعوهم علميا، لانه داخله في جسم الانسان فيها كما نقولوا علم التشريح، التنفس، الجهاز الهضمي،
العضلات، العظام، بزاف، بزاف كاين تخصصات بزاف في كرة القدم، شغل كيفاش يطوّر الجسم نتاعو، كيفاش يستحمل في الشدة. المهم هاذوك الاختصاصيين تقنيين أساتذة جامعيين يعرفوا الأمورات هاذو، لأنه أنا أستاذ تاع الرياضة أيضًا درست، عندي شهادة الماستر في العلوم التقنية النشاطات البدنية والرياضية. ما قريناش بزاف ولكن لأنه تربوي، تخصص تربوي كأستاذ، تسمى اللي يقراو تدريب نيفو عالي يعرفوا بزاف أمورات، كونونا ديرونا أكاديميين خلونا نجيبو جوّارا، ما نقعدوش نتبعوا في هذو نحلّوا في هذو كيما نقولوا حنا فرانكو جزائري، الزماقرة كيما نقولوا حنا الزماقرة، زايد في فرنسا كان في فرنسا يلعب مليح ومن بعد نجي الجزائر يجي لفرنسا الجزائر ومن بعد يروح فرنسا، حنا الجزائريين يغيرنا الحال لأنه هو أصلًا جزائري، اسمه جزائري، اسمه يغيرنا الحال ما نكذبش عليكم، شغل داتو لنا فرنسا اش بغا نقول لكم. أعزائي المشاهدين قلنا واش رايكم راي شرقي هذا كي راح فرنسا مليحة عليه والّا ماشي مليحة عليه؟ نخليكم نتوما تقولوا ماشي أنا. شكرًا لكم على المشاهدة، نلقاكم فيديو قادم إن شاء الله، سلام.